رقبتها اطول من الفيل. ايه؟ بتاكل بالسمنه. ليه الزرافه رقبتها اطول من الفيل؟ بصوته الطفولي البريء ونظراته اللي كانت كلها ذكاء خلاني اقعد افكر في الاجابه. هو ده اللي اتعودته من ياسين، طفل بس كان مش عادي خالص. اتعرفت عليه لما مسكت مجموعه محب الطبيعه في مكتبه اسكندريه نادي الطفل. من اول يوم وانا حسيت ان هو مختلف. دايما كده كنت بحس اجاباته وسؤالاته وكلامه غير اي اطفال تانيين. لدرجه كنا نقعد نتناقش في الافلام بتاعت ناشونال جيوغرافيك واقعد اكلمه في الافكار وكنت قاعد احكي معاه. وما انساش اليوم اللي مره سالته وقلت له تفتكر ليه وحيد القرن انقرض؟ فرد وقال لي، كنت انا متصور بقى الرد اللي هيقوله لي ان هو والله جمعيه الحيوان العالميه ما اهتمتش والصيد الجائر والكلام اللي احنا عارفينه اللي احنا بنقوله لهم ده. لا، لقيته بيقول لي وحيد القرن ما انقرضش لانه ما بيعرفش يطير. قلت له نعم، ما بيعرفش يطير؟ وايه علاقه الطيران ان هو ما ينقرضش؟ قال لي انه باختصار لو كان بيطير كان زمانه هرب من الصيادين ومبقاش هدف سهل. بدل ما كان يبقى جسمه تقيل وبيتحرك بهدوء وحاسس ان كل الصيادين يقدروا يوصلوا له بسهوله، كان ممكن يطير لاي مكان امن. يوميها انا قعدت افكر، قلت الله، ده الطيران ده طلع حاجه مهمه جدا. الصراحه مش الطيران، هو فكره الحريه او القدره على ان احنا نقدر ننشر افكارنا. يعني مش مهم ان احنا يبقى عندنا افكار عظيمه، المهم ان احنا نقدر ننشرها. يعني تكون لها اجنحه او ممكن تنقرض زي وحيد القرن. ياسين كان بيطلع جوايا مشاعر غريبه. كنت بحس جواه مشاعر ابوه. دايما اسمع عن مشاعر الامومه، بس ياسين كان بينمي جوايا مشاعر مختلفه. بشعره الكستنائي وغمزاته الصغيره لما يضحك ونظاراته الصغيرين واهتمامه بالكتب والحيوانات، كنت بحس انه في كده من جيناتي. كنت بحبه جدا وبحس بابوتي وانا معاه. ما انساش اليوم اللي احنا عملنا فيه رحله في نادي الطبيعه وقلنا احسن مكان نروحوه هو افريكانو بارك. نروح افريكانو بارك نتفرج على الحيوانات بقى ونتكلم وننظر براحتنا. رحنا وافتكر طول الرحله كان ماسك في ايدي، مع ان في اطفال كتير كانوا في سنه، بس هو كان مختارني انا عشان يفضل ماسك في ايدي طول الرحله. فرحت اجيب له عصير، قلت له خليك واقف هنا وانا هجيب على طول عصير. مفيش دقيقتين كده بجيب العصير وببص عليه لقيته بيكلم كده بنت وقرب لها. قلت له ايه ده بالسرعه دي؟ ايه ده؟ الواد ده ايه ده؟ الواد ده طالع لي ولا ايه؟ للدرجات طلع جوان ولا ايه؟ هو شيناتي بص مش الدرجات. مفيش دقيقه ولقيته بيشدها من شعرها، قلت ايه ده وطلع غني كمان. شيناتي الدرجات. ايه يا حبيبي؟ رحت جريت عليه، سيب يا حبيبي شعرها، بتشدها من شعرها ليه؟ حد في برضه كده ولد جنتل زيك يشد بنت من شعرها؟ قال لي ما هي عايزه تاكل الزرافه جبنه رومي. قلت له يا حبيبي يا حبيبي ماشي انا هفهمها بشويش. رحت جايب لها ورق اكاسيا من الشجر الكتير اللي كان حوالينا ورحت ماكله للزرافه قدامها. فرحت وانا باكله لها كانت الزرافه مبسوطه قوي. فقلت لها شفتي بقى، هي بتحب حاجات واحنا بنحب حاجات. انا عن نفسي كان معايا شوكولاتايه وناوي اديها لها. قالت لي لا الشوكولاتايه دي اخدها انا. في الوقت ده سمعت صوت جاي من ورايا، صوت مش غريب عليا خالص. بتقول لي يا مروان انت زي ما انت ما اتغيرتش، قدرتك على الاقناع وحبك للاطفال هو. ببص لقيتها هي. كل السنين عدت وكل حاجه اتغيرت الا ملامح وشها الجميله ما اتغيرتش، فضلت زي ما هي بالظبط. يا فتره طويله جدا. اللي اتغير كان لبسها البراند والبرفيوم الاوريجينال. عرفت ان هي حققت اللي كان نفسها فيه. هي نظرتها زي نظره الزرافه، كانت بتقدر تبص لبعيد، تقدر تشوف اللي في الغابه كله ما يشوفوش. بصت لها وقالت لي عارف مين دي؟ قلت لها اكيد بنتك.
ملامحها من ملامحي. قالت لي اه ليلى بنتي، وبتحب الحيوانات. وراحت بصالي وقايله لي انا مش عارف طالعه لمين. وراحت بصه لياسين وهو في ايدي وقالت لي ما شاء الله ربنا يخليه لك. في الوقت ده ما قدرتش ابص في عينيها واقول لها ان ده مش ابني، لان ده اكتر وقت كان نفسي ياسين فعلا يبقى ابني. قالت لي انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وخدت ليلى مشوا مع بعض في اتجاه الغروب. وياسين بص لي كده وقال لي ايه يا عم، ايه الموضوع بالظبط؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ انت ايه انت كمان كلت اكاسيا ولا ايه الموضوع؟ فراح ايه ده، ايه الحب القديم ولا ايه؟ قلت له لا، ولا قديم ولا جديد. قال لي امال ايه الموضوع بالظبط؟ حس ان انا متغير، فحب ان هو يطلعني من اللي انا بفكر فيه. راح ضرب لي السؤال ليه الزرافه رقبتها اطول من الفيل؟ فرحت قايل له لان الزرافه دايما بتبص لبعيد، الفيل دايما طيب، غاوي الاستقرار، غاوي الاسره، بيتحرك حركات مدروسه. اما الزرافه بتتحرك مسافات كبيره ودايما تبص لبعيد وتشوف اللي احنا ما نشوفوش. علشان كده عمر ما في فيل بيتجوز زرافه. قال لي هو في فيل بيتجوز زرافه؟ ازاي يعني؟ قلت له الفيل بقى تلاقيه كان متصور كده. قال لي ده يبقى فيل عبيط قوي. قلت له ممكن يكون مش عبيط ولا حاجه، ممكن كان متصور ان هو في يوم من الايام يقدر يطير. زي الهوى الساير وخيال الطير، أحلى سنين العمر بينا تمر، يا نعيش هوانا الليل يتصير، يا تتوه خطانا في شتانا المر. ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء تاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين نفس الوشوش، لا بتبقى شيء تاني. وتبدل الايام ملامحنا، تنعشنا تشوشنا، يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء تاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين نفس الوشوش، لا بتبقى شيء تاني.